بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقد درس 22 من دروس شرح متن ابن عاشر رحمه الله. والسا ما يرضى ربي سبحانه أن نهضر في أحكام سجود السهو. أحكام سجود السهو. ابن عاشر يبثني سي البيت رقم 147 وما بعد هذا البيت. إذا قال خصيص مثلا بأن كلمة السهو في اللغة العربية هو مصدر من سها يسهو، المراد النسيان أو الغفلة عن الشيء. يولكن السهيت نغنسيت يتسو تثوث. وسبحان الله الإنسان يقال أنه ما سمي إنسان إلا لكونه ينسى. إثسو جل من لا يسهو، جل من لا ينسى. ربي سبحانه لا تخفى عليه خافية، ولكن الإنسان مهما حضر عقله، يسعى العقل حاضر يقظ يحرش يفدد الشغاليس أسطروح الإنسان ينسى. ومدى من صفات الإنسان النسيان، لذلك رفع الإثم ورفعت المؤاخذة. ربي لا يحاسبنا عن كل نسيان صدر منا. الآية الثانية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن تجي الآية 286 من سورة البقرة، وهي آخر آية. لذلك فالنسيان صفة من صفات الإنسان. تجي لقد تنظر من البداية. يقيد الفرق بين النسيان والغفلة. ممكن نجد يقول لك في بعض الكتب يقول لك المراد بالنسيان أو السهو هو النسيان والغفلة، ولكن الحقيقة لا الفرق هي رسم. شو الفرق؟ أنه النسيان مؤقت، الغفلة يزمر تطول، قد تطول، بدليل قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت. يودينا ذي الظلث مثلا يصلي وبعدين يتسو يسكو يغرد الفاتحة وسيدي غرارة، يسكو يغرد الصورة التي بعد الفاتحة وسيدي غرارة، ماذا المغرب يسكو يزول ثلاثة نغسنات نغربعة يشتاقي يضروا نسيان. ممكن الإنسان في الطواف في الحج باش هذه 5 أشواط يتسو في العمرة، إما يخدم الزيادة ولا 5 نقصان، إما يخدم 9 ولا 10 ولا يخدم 5 ولا 6 لا يدري ينسى. ممكن هو صائم يوزن يفثقي ثبمان فمان يسوى من الميسوى دي مكتي واذكر ربك إذا نسيت. ولكن الغفلة لا، الغفلة تسوي فافيس سنوات وسنوات، وربما العمر ينس كامل. دا في مليون الزلالة ساعة 60 سنة يتسو خطر سمكتين لا وهذا سمكتين. وهذا هو الفارق بين النسيان والغفلة، لأنه ذكر ولم يتذكر، إذن فهو من الغافلين. لأنه إسلاغ الأذان سيقر حي على الصلاة واحد الظل حي على الفلاح، يتولي الجوامع ذا سمكتين، يتولي مزولة الحنغ الجامع لا فرنسي الجامع ذا سمكتين. إلا وين دي سمكتين النظام يقوى مليح الموت مارسين الفاني يموت يرنا غادي يحضر مرزل الفلاس. سبحان الله ذيني قارزيك يوم بمغار ادي قاري لقات الظلم قبل الظلم الفلاون. ولي كان الحكمة كمغار، الحكمة هو لاقي شحال لاقي السنين اكثر من 45 سنة لاقي مما الصدى هو لاقي جا تصور الظلث قبل الظل في اللون هذه قيمة ماركي
ذكوالا غن بنادم السيني صافي ما إلا وزو الغارة غادي يسواس الظلم في اللي صلاة الجنازة. لذلك هذا هو الفارق بين النسيان والغفلة. فالذي نسي يتذكر إذا ذكر، والغافل لا يتذكر وإن ذكر. أستين ذكرت زوضكيني لا خاطئ نغزل غن بعد لما دوفض المسكين الغفلة تسوي فافيس 20 30 50 60 سنة أثي داويس. لذلك رب سبحانه في أمر النسيان قال واذكر ربك إذا نسيت، وقال في أواخر البقرة الآية 286 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي رواية رفع عن أمتي، ورفع الإثم يقتضي رفع الحكم. رفع عن أمتي الخطأ ثالث، الخطأ الغلطة، والنسيان ثالث، وما استكره عليه أين يعني يقدر نفلسن بالإكراه. بالإكراه. ماذا الغفلة يمد يبض ربي ذي سورة الأعراف الآية 205 إند ولا تكن من الغافلين، ودينا ولا تكن من الناسين، ودينا تسيلي ثارة سقوي قاذي تتسون خاطي إند تسيلي ثارة سقوي قاذ يغفلن الغافلين. تنبيه الغافلين، تذكرت كتابا من الكتب القديمة اسمه تنبيه الغافلين. صافي ثوريث مثلا أثن مسفهمد فين يعني المعنى السهو. مازال كان دير المقدمة يزمنا دينيون إن كيني ما نرقعش ما زلغ المغرب نغطهور العصر إعرقية شحال زلغ هذه الزماغ السلام عليكم هذا عوضة لا نغاشيك خدمناك يسكو يغرد الفاتحة وتدي غرارة يكشميث الشك السيني سهلة السلام عليكم السلام عليكم أسدي عاوث السيني غي وقيث غلظاظ جبروا الصلاة أولى من قطعها. شنو ربي قال لا تبطلوا أعمالكم، ما تبطلش تزيد الخدمة وتبطلها راه. فترقيع الصلاة هو المطلوب. لذلك يسدي السنة يعلم النبي عليه الصلاة والسلام جبر الصلاة ترقيع الصلاة يحفظها يسلم ذا النبي صلى الله عليه وسلم أم كان رقع تصلي ثمه فكرت بها أول أي غير باش يكين تحوي صغارة السجود السهو القبلي خلطنتيك فبالتالي ديريكت هذه زما سعودة تاقي سمعت الحكم. والأمر الثاني أن الشيطان تاقي جفغا جستمو تاقي سيعجبن ماذا بك عوذ الوضوء عوذاس تصليت عوذاس كل شيء عوذ 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 هذه قنقو عوذ في ناس يكشم الوسواس مي يكشم يسهل الحال ودي الثغارة يوعر الحال مليح مليح يعني أذي يهلك بافيس وسي السكرة ولا ذي العبادة نيغم ديون واسا مثلا داقين الجامع واير يول يكشم مثل الوسواس الميوال وريح حملار يسلي الأذان شي قرن يسلي غير الأذان السيني غدا يبضد الوقت يغفلان ماري يروح يتوضا بدون مبالغه يتعاوذ مع 20 الوضوء اثيك خدم لا موين هذه يغلظوا وهذه يغلظوا المي بصي ضرا هو وقيلت سواق الريو هذه عوذ يغلى المي يغلى يتوضا قدام المري قدام المرآة يخدم المري شفت الخامس هذه تغلظوا يتمسلاي أقلي السار ذغي فاسني وثلاثة ثكال اللي غاوده لك هكا يديني غاكي خاطري غير الزريغه شو غادي تصاوض الهموم الغاشي امك عيان يسدي ترويث الوسواس إن يكفيك سوى مرزاض فيرن الشيخ مزاصات الجماعة الحمد لله الحمد لله
يسمى يتهنى الساقي يساديهم ديال الدرس رزق شرفه إنا كينكيس وكذاكي هلكان ما زلغ ضفيرن الشيخ ذ لهنا ما زلغ وحدي كيقرق دائما استعواذ يعني ماشي مره وثقي ذا الساعه الحكم ينس ما يليون يشمت بزاف الشك الوسواس الى اخره سياتي البيان يغالي لنا يكميك في الوضوء مازال مشكله النظام تظليت إنا كنزول ماشي كنزول ماشي تيكوال تسوغ الركوع تيكوال تسوغ الركعه تيكوال تسوغ الفاتحه تيكوال تسوغ الى اخره المذيوب باس يفاد الحل إنا يكثروا في غسل الحل ذا شوف إنك جا تظليت يسمى الشيطان يذبعيث المي يصوت فيه الدرجه يفكيس الحل تبغى تهنيو اجيت لذلك الزريعه شو تقرا الامراكي صعب جدا يون لا حياء في العلم انسى ذي الخلاق يصدق انك روح توظيرس لا نعم ما كان ذي الخلاق يثيرنا ماشي مثل الربيني الا دوره المياه انك تصني اثيسترسي فعاذ اكني يسديس الوسوسه سيني قطره من البول امن تسا حزازرو تروح ديريكت تكشم في التصني وضغال ميدني غاسفرا دناويه من تسا نرد خلاقي ما الا انا تصير نزل نورم ان كاين توظن يسون سكوادار عادي باش تستكسل الشكني لذلك من العلاج الفعال للوسواس ما تسمعلوش والفقه هو يتفق مع هذا يوني لنا قليل الشك يرقع اللي يكون كثير الشك عنده احكام خاصه يرغم الشيطان يما يرغمه بسجود السهو القبل او البعد او يرغمه ويذله اذلالا له وارغاما له بترك السجود حتى وايضا نظن ان كيني من الميزه وحدي ادخل مع السجود السهو القبلي والبعدي خاطر كي قال شك غبلي السنقصر شك غبلي زكدا سيكرا لا ليش ذي العباده ذي عندي القبه من ذي اليز مرتاح ذي ناري لي ماشي مليح وربنا وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج الآية آخر آية الآية 78 ثورة نمسفها وقي ثورة المقدمة داين ثورة نروح معلش نقيمش درنو فضل السجود السهو يسعى الفضل ذا القرآن إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته يون ما يشك يصليتيس لاش دينا فليلغي الشك من بعد هذيك الشك يكمل الحديث فليلغي الشك وليبني على اليقين الحديث طويل المدينة وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان حديث خرجه الإمام مسلم إذا شك أحدكم يصلي في صلاته قرأت الموضوع أحكام سجود السهو يصلي ما يشك يوندي الصليتيس فليلغي الشك أذكس الشك شو شركس الشك باليقين وليبني على اليقين زرم قاعدة ذكرناها ربما فيما سبق قاعدة اليقين لا يزول بالشك ولكن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله يسمى يغض اللوظو دايم قاصة السلمين يسوت فغارة لما تشم الريح الرائحة تسليض الصوت أغي السلمذ اليقين العبد ما يطبق القاعدة الحديثية هذه هني تبقى راكيني ها عبوضي ويسعى لي غاز يتشوفوا عبوضي هذا غيخدم لافيت يتسالي صافي اليقين ازين توضع ذاين باليقين كي ولا يكسم سوى اليقين امنسى ما تكسر الشك يزول باليقين ثم مثلا يوني الظل يتسو اسكو الظل ذي طهور 3 أو 4 فليبني على اليقين يعني مادام تيقن ب3 يسع الشك يصير 4
فليأتي بالرابعة. هذه صارت 4. بالك الغورن غادي تسوالين 5. لو كان هاد سواليون يزول زاتنا يزول 4 نكوني ونكشي مارس اللاغيس نتسا واش يقرر 3 من 4 نتسا يلقى أذي يبنوه في 3 يبني على اليقين وذيرو 4 نكوني غورنا غنوالا 5 نيفوك أسنيني الزول 5 ولكن أسنيني 5 الزول النافلة ما يلا تسيدس 3 الزول صار 4 ربي وفقك الله إلى إتمام الصلاة رقعتها شكرا لله شكر ربي ما يلا 5 زقض ديوث أتسوحسب ذي النافلة صافي الشرابح رابح هكا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. شو السبات هذا غيكمل وكانت السجدتان كيدير الحديث رغم أنف الشيطان معنى إرغاما للشيطان. صافي هناك مقصدان كبيران. المقصد الأول هو جبر الصلاة جبرت. المقصد الثاني إرغام الشيطان خاطر نسولي بغار نزال ولي بغار إلى آخره. مفهوم؟ كنت في ثما شاوت تضرع حقيقة في ون أوري الزولارة المي بض 62 سنة يعني الزول مزين وري الزول والو المي بض 62 سنة يبدا تظليث يسوفريت الوسواس الوسواس ديم كل شيء. من بعد سنيف كيدير السؤال خطير شويه إنك هي عجبة اسمي اللي غزال لغارة بس غير كل وسواسك إلا كاسمي بدا تظليث يسوفري الوسواس اللي غاس سهله سا نورمالمون نورمالمون ثورة يبعد في الليل اللي غاس نو اسمي ثريض وتزلا دارا عسن كشواطنا الميد 20 30 سي بون كشيني تهنان كسي لا ليست سقر نواقي نا المي باس تخدم راسن سوربريز تفضي تزاليت ني غاس خدمن اسامبلي جينيرال نسافر يحسب الصان كذا كاين باش كتفهم ني غاس خدمن اجي اسامبلي جينيرال خدمن كدير لوردر دو جور الناس مخلوقه كي مكاس نخدم اذا غاس قارني الا قاس يشجع يون اثي دياوي كاو الا قاس يقلق الشجعان كابورال الا قاس شجعان جينيرال ني غاس كشيني شجعان ناكد جينيرال سي بور سا جينيرال بس زمير دارا الا بغيت جبرني جينيرال الشيطان انا جينيرال ما تقدرلوش لو الناس يقلقيك ثوره الصبر استغفر الله ربي وقيل قيمه سكواس ديال المحنه في كاسوك الاحكام الفقهيه انا شو خدمه على سجود السهو شو خدمه راه شنو خدمه راه شيني الظالمي تبغيض يلزم تظل فوحات شغلي اثي ذبع سي قراوه عاود الظالتي وتسعى ذري والو لا الوضوء لا تظلي والو لا رمضان يسعى المشكل في 10 صباح كيني وقيله يفقدي في الفلوق يسوفريف يقيم واحد السكواس ناس سكواس شويه يحلى نهائيا يحلى ثوري ذي العبد بنادم نورمال يسعى الشكا من سميه ما الا اكاد يسمى ماشي هو الاصل. لذلك هذا الكلام يقودني الى سؤال ما هي اسباب السهو؟ هي اسباب كثيره ولكن هناك 3 اسباب مهمه. السبب الاول ذا شوث وسوسه الشيطان يوسوس الشيطان باش تصودك باش نسو. سبب وسين ذا شوث حديث النفس يوعاره مريكم مصير الرادرني الحوم قدم شي ذاك الدوسي وثوك يقلقناكم لي زامبو تخلص دارا تريسيتي لي زمن تريسيتي دبي هذاك وشوالي دينا دمثل حديث النفس يوعار الا وثلاثه في البشر ذنكني في كون وليون اي ظل ونتسقى ضراره الوضع يميز وثقي ضراين غاك مين فيك خامن النار نورمالمون وليون يتظل
لا وفاد يتزالى دوك صالون يتزالى غاس ما نتسوغو ونهضرو كذا من ولاث الى قد سنيني نفك القيمه يتزاليت اسيني لعب ذاكي الثاني كريف اسنا ربي يتزالى الى قنقدر تزاليت في ذاك الرساله مثلا في كوال ذينك شات زلاض تخدم من التلفزيون تخدم من الصوت نورمال مي كيف تزاليت اسنا كون يهضر ربي الصوت ام كيف الصوت يعني ماشي كان حديث نفس ودا في كل المصلي نسي يخدم الغلطه هذه يروح نديقوا الشعب فينا يصل جالس تروح الكوزين تروح سكولوار ندير تفانيك الشمن خاطي ما عليك تشيني في كاس زال ويا ذاك في كنازال صافي تيجا ذاك اسباب تثث السهو ثم نبداو مباشره اولا حكمه الحكم الفقهي الحكم الشرعي سنة مؤكدة هذا هو المشهور جبر الصلاة بسجود السهو حكمه ماشي السنة كان عادية لا سنة مؤكدة خاطر أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي سنته العملية فقد سهى وسهى الصحابة أيضا نتسى النبي عليه الصلاة والسلام إلا وين دا يزور يتسو هي طهور الزول ركعتين يسلم ألم يشكن صاحب قال وقيل ثوال سيأتي البيان في الوقت المناسب والصحابة أيضا يسون عادي السن ديال القراءة والسن ديال الركوع عادي معنى إذن أول حكمه سنة مؤكدة لماذا تقرر السجود السهو فصار سنة مؤكدة غادي يبان إما للزيادة إما للنقصان إما نزق ديال الظرف نص نقص فنفذ زيادة فعل من جنس الصلاة تاقي مثلا من جنس الصلاة مثال زيادة قيام ما أولا زيادة ركوع زيادة سجود ولي بدل ما ركعية وثلاث ركع مرتين ولي باش يسجد مرتين يسجد ثلاثة صافي زيادة فعل من أفعال هي من جنس الصلاة ثقي نوع من الزيادة ثلاث زيادة فعل من غير جنس الصلاة مثلا الكلام أول هذه هضرتي كل ما يتسوى هذه يغفل هذه السي ولا سترضى عادي هذه سقسي في الغوسة تندخل الفريجيدير ما تنسوا الفريجيدير مفهوم كنت مطوف سد الميس بعد جا تجدري من ثنايا صروحه ودا غروم قبل ازبوط ظليت تجدري من دين يسد يفوتي ذا الظله سقرا يما لاش داوي ثنايا اغروم داكين تقدي فاض غروم ابريت مكتب ديال ظليت بعد سقرا شحال استخدم هكا سي تدير ثنايا صغرى مزوارف ثقي تزرتي صوت الطيلة على بالك صوت انا عمي اتسترقع تظلي فيه اتسترقع ثقي قالك زيادة فعل من غير جنس الصلاة مثل الماكلة وإن كان هذا نادر يعني ولكن هذا وارد يعني يمكن المشي ثكلي واردة ما نتكلموش على ثكلي إنما يتقرض تلقى باش تتم الصف هنا خاطئ مما الذي باسم ثقي الجواز تفضل سورتو دا المساجد الكبرى في الحرمين الشريفين مثلا كذا في صلاة التراويح هذه الحوار قريب 80 متر يعني عندي ولا السيدي حبس هذا روح هذا القاعة يترقع كان يغزر الصفوف ديالنا ماشي قوى الشعب ماشي خاطئ ما ينفعش راك تصلي ولا راك تعس وين كاين فرجه تروح تتبعها هنا في عند المساجد ديك الصغيره هذا مطلوب ولا كاجر النقصان مثلا يولمو دغراره شيء من القران بعد الفاتحه في الركعتين اللي وليتي مزوار في جميع الصلوات يعني لقد يغرم ما تيسر من القران يغرم سوره الفاتحه ما تيسر اما يتسو صافي السنقص موري خدمه التشهد صافي السنقص الى اخره
مثلا في صلاة المغرب ركعتين تمزورة جهرا تنتظر سرا صافي السنقص إذا كنت تظل جهرا انت يزوليثنت سرا ما الزيادة ما الطهور سرا ستظل جهرا في كذاكية صافي إذن هناك زيادة هناك نقصان. ثانيا ثرى أنواع السهو أنواع السهو. طيب قصدت باش نفتحوك المادة العلمية المعرفية قبل ما نشرح الأبيات خاطر نبض الله يبارك البيت رقم 147 درك أحكام سجود السهو فذانت سي البيت في متن ابن عاشر في البيت 147 وما بعده القدام. أنواع السهو. ثانيا أنواع السهو. السهو يعني ألف السهو عن الفرض بعد ما يزمر يتشو الفرض يزمر يتشو السنة يزمر هكذا الفرض. مثلا ميلة يتسو ركعة كاملة فقي لا تجبر بالسهو ماشي كاين يتسو ركعة صافي تخدم ترقع ولا شرقع يثير لازم بارك الله فيك تصو ركعة فقي الفرائض لا تجبر بالسجود تجبر ذا السجود أنتي داوي تخدمض عادي ولا ما يسوي توري زول داكي ثلاث ركعات في طهور يسلم يلحق يمشتد هذه يغال هذه نكا هذه صلى الله اكبر هذه صلى ما عاد يدير خمس سجود السهو بعدي هذا ما كان صافي لقى ترقع. لذلك بين قوسين اللي غندير مثلا تلقي الفقه يعلم الشفم والوسم الهضر في الوضوء ما يغض الوضوء يتسواق الرئيس الميد يبغر ذا قيل ومان ما نلقين السكن يسعى الحق هذه الدمامه اللي خدمك وهذا حل من الحلول الفقهيه. ممكن واحد يعوض يجوز ممكن هذا يروح هذا يعوض سي الراس من بعد هذا يكمل وما بعده تحقيقا للترتيب ويمكن هذا يخدمك يكون دنيا عادي. هذه من الحلول مثل تساعدك يجري فاسنيك استخدمتين تبغي من بعد يزمر دف ديمانيك تلقى انت يوعر اتيضي مكان زادك الكعبه الله يبارك تفضل كان منا قرب صلاه الجمعه تروح ضغط الوضوء هذا وضوء بالك في 3:30 ساعه ونص بالروطه. فبالتالي اذا عندك حل فقهي ساعد الحلول استخدميتت هكا هذا. اذا السهو عن الفرض ذكرنا امثله السهو مثلا نسيان ركعه نسيان ركوع نسيان سجود في كذا هي فرائض لا تجبر بسجود السهو وريزميرا فنادم يتسون الفرض اثي الجبر السجود انتفف. سجود السهو عن السنه السهو عن السنه وقلنا النوع الثاني من السهو ينزمر نسو السهو عن السنه مثلا ولكن داكي يقول ما لا يتسو الإقامة يتسو الإقامة هل يسجد سجود السهو؟ لا يسجد لا يسجد. إما يتسو الأذان وريد دينارا كيف في كذا إما يتسو السطر وتخدمارا إما يتسو تسوية الصفوف وري خدمارا في كذا في كذا سنن خارجة عن الصلاة هي سنن ولكن خارجة عن الصلاة مادام خارجة عن الصلاة لا سجود سهو فيها لا سجود سهو ما كانش. ولكن لا سنن أخرى مشروعة في الصلاة ماشي خارج الصلاة في الصلاة. ألف كانت تنفضوا ثورة السنن المشروعة في الصلاة كاين ألف اللي هي السنن مؤكدة وكاين سنن أخرى غير مؤكدة. السنن مؤكدة أقوى. السنن مؤكدة مثال القراءة وين يتسو دي غرارة لم يقرأ يغرد الفاتحة ولكنه لم يقرأ ما بعد الفاتحة. هذا سؤال أطرحه عن الفاتحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
من غرى الحديثك صافي مع انتهى إلا كنغرى الفاتحة. ولكن ما إلا في الصلاة السرية الشيخ يزولتنا طهور انت ديغر نكون نغر. إيميل الصلاة الجهرية الشيخ يغرد الفاتحة نسلاياس، هل نكون قد نغر صوت الفاتحة؟ أنا خاطئ، حبيت نسمع منكم. خاطئ وليش الرأي نظام؟ ممكن يعني ممكن هو الذين قالوا هناك رأي فقهي طبعا ليس قويا أخذا بظاهر النص، حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقرأ باللي لا صلاة صحيحة. لذلك الآن عند الشافعية مثلا كل ما زال الشيخ ذا يورنا أدي غصوة الفاتحة هذه يكمل مباشرة تصورت مي عند النظام أدي غصوة الفاتحة بارادي السسم يتسجل الوقت المأمومين باش تغير صوت الفاتحة تقولها ونسم أنا عميه ثقي باش تتزرم خاطر الزمري ودينا غادي يزال زفير الشيخ قاسيني شو الشيخ يفتسونا شو يعرقص القرآن انت خاطئ يتسجى شويه الوقت انترفالك شويه الوقت المأمومين باش تغرم سورة الفاتحة. لماذا؟ لأنهم يعملون بهذا الحديث بهذا الرأي اللي يقول أنه لا صلاة صحيحة، ولكن جماهير العلماء نند المراد بالحديث لا صلاة كاملة، نفي الكمال لا نفي الصحة. وهذا الفقه نفي الكمال لا نفي الصحة. لذلك الزمر ذفير من الشيخ ذي الصلاة السرية ودقر ويلو إذا كانت كبيرة الإحرام هذه نوبليجي ذبع الشيخ خاطر الحديث الناد إنما جعل الإمام ليؤتم به بدليل آخر أن يلمدياس أديف الشيخ للركوع يركع إسكو تسوحسب ركعنا خاطئ تسوحسب. وهذه من الحجج التي اعتمدها العلماء الذين قالوا بنفي الكمال أسقارا إذا كنتم تعتبرون الذي جاء متأخرا يعني وقد يعني أدرك الإمام في الركوع تعتبرون الركعة وقد أدرك الركوع، إذن كيف له أن يقرأ الفاتحة؟ أين يقرأها؟ هل يقرأها وهو راكع؟ لا يمكن. لذلك معليش احنا حينما نذكر حتى الخلافات الفقهية مهمة ديجا كما قلت لكم فيما سبق. الخلاف الفقهي أول نصف ساعة المخ، ثانيا نصف ساعة طبيعة ولا الطبيعة توسع. نعم اختار تشرح ايش مشي نخدم ما الا الزول الشخص صارت السريه صدقها صحيح لكن يقلها يموس توصد غير ضرر لا شيء عليك خاطر استدبار الامام لو كان واحد شي الزلط ذوك خام نغداكي الا قاتل غرض، ولكن ماده ما قالك ذفير الامام ولا موتي دغري ضرر ورساله سجود السهو ولاش فهمت المستمثله. ما الصلاه الجهريه المغرب الشيخ ميقزول ركعتين تمزوره يا اخي غرض الفاتحه، هل ترى المأمومون أدغن الفاتحه؟ لا، هذا السم حسن. لذلك المالكيه وغيرهم الساده المالكيه المذهب المالكي النقد وغيرهم من العلماء قالوا في الصلاه الجهريه سمحس خاطر ما تغريض يزمروث فيهم ضري مانيش ولا الشيخ لا الشيخ يقرأ الحمد لله رب العالمين شد قارض واحد كذا بالك يزوارك بالك زوارت صافي ورث خشيعض سويند غريض ورث سليض تخشى لك الشيخ صافي. الإمام مالك
ذاكي شو ديالنا حتى في راهي موجوده في الموطأ ان ياك المطلوب ذا شو السكوت حيث يقرأ الإمام تصمت. أنت لا يقرأ إذا كنت في صلاة الفذ وحدك فذا أو كنت مع الإمام في صلاة سرية أدغرض سورة الفاتحة. إذن السهو عن السنة السنة المشروعة في الصلاة للناد مثلا القراءة ثقي إلى قاس سجود السهو القبلي ماذا الركعة الأولى مثلا تغرد سورة الفاتحة صدود غريضارة شيء من القرآن ذاكي إلى قد تخدم السجود السهو القبلي أي غير خاطر تصوض إلى قد تخدم السجود التثوث. كذلك التشهد ونسون التشهد يغرى يزول صنف ركعة يكمل ديريكت يتسوث ثم ما يقرب هذه يروح يغير السجود لن تفاصيل سنذكرها بعدين ولكن ما إلا يقرب ذا ساون هذه يكمل من بعد ما يفوك تظليف قبل السلام قبل هذه السلم هذه يخدم سجدتين كما سأذكر بعد حين. في ثلاثة ما يتعلق بالسر والجهر يعني السر في الصلاة الجهرية أو الإسرار في الصلاة الجهرية والجهر في الصلاة السرية هكا مخالفة ذينا ما إلا تصوب السر في الصلاة السرية تخدمت جهرا لكن زقضض صافي سجود السهو بعدي ما الذي الصلاة الجهرية اشتغلت سرية صافي سنقصد معناتها تخدم السجود السهو القبلي يعني قبل السلام. هذه السنن المشروعة التي هي في الصلاة يسجد لها سجود السهو عند تركها هذا المسفى. اللات السنن غير مؤكدة مثلا ترك التكبيرة ماشي تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام ركن فرض زيد القيام لها فرض القيام لها للقادر على القيام أي ردني أولا تفضيوني أهلي إلى حو نورمال مي بيسكو يزمير دي خدمة كل هيئات ديري تتفكر سابقين يكبر وهو جالس خطأ لا مادام يزمر ذي فد أديو تكبيرة الإحرام واقف يفد وريزمير راه يطول القيام وريزمير راه السجود كذا ذينا هذه الظل فو كرسي نغفو مطرح نغفو الزرو نورمال هكا. إذن هذه السنن سنن غير مؤكدة مثل ترك التكبيرة من التكبيرات تاع الانتقال من إلى ولكن واحدة أو تسميع واحدة يتسوى دين السميع الله لمن حمده يتسوى يتسو الصلاة الإبراهيمية زعما كنا نخدم السجود الجلوس من كفى أدنى التحيات تشهد من كفى التشهد أدنوي الصلاة الإبراهيمية سمسيب ترك الصلاة الإبراهيمية ثاقي سنة مشروعة غير مؤكدة أكسر كلاسي غير مؤكدة ثقة ذاكي هل فيها السجود؟ لا سجود فيها لا سجود فيها إلا إذا تكرر الترك تكرار ذين إذا تكرر يسجد. جيم مد ألف السهو عن الفرض باء السهو عن السنة جيم السهو عن فضيلة من الفضائل مثلا القنوت تكلمنا عنه فيما سبق القنوت يعني صلاة الصبح إما تصور في القنوت صلاة الفجر تصور القنوت عادي وقي لا سجود فيه. التسبيح يونس التسبيح عند الركوع نغا عند السجود في كل ركعة تصوض ودينا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى السجود نغ تحميد ربنا ولك الحمد
اللهم ربنا لك الحمد بذرت الصيغ في كذا ما الصوت عادي لا سجود عليك في كذا. ثالثا صفة السجود السهو. ذاكي الحديث حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. حديث البخاري في غصر رقم 401. رقم الحديث في البخاري 401. ينادي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم إناد فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا الحديث إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. صفة السجود سجود السهو. غادي ما السجود القبلي ستثيث تصوض يستقاد المسألة كني مثل كيف كانت تحيات كيف الصلاة الإبراهيمية أتسجد لك راك تقيمض أتخدم السجدتين من بعد أتسلمض. فهاديني غادي يقول الفرض شو السنة خاطر تلاقي الناس يسقسوا عليها كاين ما راه خدم السجدتين يسكا داوي غدا تساوي غيرها نغ جوج سجدتين ثورة تنصر بلاكيون طول حياته تيسين راه انا سكا تيسين يلهاني السين على بالك مثل مسلم صار يسلاجر ماشي كان صحة العبادات تلقى أمر مطلوب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولكن حتى المعلومة في حد ذاتها إن شاء الله فيها أجر. لذلك صفة السجود أكيد ندير إما السجود السهو البعدي إذا تسجد وأنت جالس طبعا الجلوس مثل كيف كان الزرده شو الزقضه قيم كان دين خدم سجدتين ما إلا تروح في الحيض المدينة مكتظ قيم من بعد السجود يعني تكون في حالة الجلوس ثلاث دين فورا شيوخ وتلاميذ مجتهدون هكا لأن العلم ما عندوش حدود من المحبرة إلى المقبرة كي قرني مزورة المحبرة المقبرة. ثلاثا الصفة خلاص. رابعا واجباته وسننه لانت الواجبات لانت السنن. ألف أنا أهضر في الواجبات واجبات سجود السهو. الواجبة مزوارو النية أي غير خاطر السجود أتصي قلنا النية هذا عاود غير كلمة المعلومات يدنيها من باب التأكيد. أولا الدليل في النية حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية من مقاصدها الأساسية سين. المقصد الأول هو التمييز. المقصد الثاني هو الجزم والفصل. التمييز يولون الزولارة طهور العصر يا أخي طهور 4 ركعات في العصر 4 ركعات أم شي يميز يا رسنت يفرق يا رسنت السنية. التمييز بين العبادات يا أخي 4 مثل زواروث السنية طهور في السنة السنية من العصر. في رمضان أتصومض رمضان الفرض تصامض ورمضان السنة النافلة أيضا تصامض. سواش الفرق ديال الفرض السنة السنية صافي النية من مقاصدها التمييز والتفريق بين العبادات. من مقاصد النية أيضا الحسم والفصل مين يدير الخدمة الشوانة صيغ النية صيغ النية روح الزلة صيغ النية روح الخدمة صيغ النية روح الزورة صيغ النية مفهوم. خطر مثل النية إلى الأجر يروى أن أحد الصالحين قيم لك في مجلس يبضض الخضار يمثيون كبير القوم خاطر كوين الزرع في كوال ما كبير القوم الغشية تروح لصال الجنازة إما الذي يولكن كان كيني غادي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين وهو حقيقي
صلاة الجنازة فرض كفاية، ولكن إلا قنية ذايا كان، ولا قال بعد ما يروح خاطر الفلاني صلاة الجنازة ميسر ماشي ميسر وخلاص. إلا وندا إلى الحرج الكبير يضاف احتمال اللي وندي فاميلت مشي كني سي بور تا يثذرين إلا وندا ساعة القوانين تعرفيت حاصلة ليست غاكا ما ولا نيون يحترر الجنازة سيني شي ما تمثض قيم كان وحدي في كوالميم تعرفيت الساعة القيمة مليح ديال الأمر ماك الساعة القيمة الله غالب بالك الأيام الأولى تيخدم خوفا من سلطان العرف، ولكن هذا يسير إن شاء الله تعالى هذه يسقم يايس. وأنني أستحضر هنا ما قاله أحد الصالحين لأحد الناس يوني ناس أنا أذكر الله بلساني لا بقلبي، قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر استغفر الله مي دقيقتين إذا فهل أتركوا الذكر يعني نحبس ناس لا ناس لازم كمل كان فإن ذكر اللسان يؤدي إلى ذكر الجنان معنى دياسواس ولي كان يحضر ولي كان متربين يوث ستاوي مسفهم صافية النية تحسم في المسألة، وكذلك أنها تدخل كي تقول أتخمط كبات الإحرام ثانوية دخلت في الصلاة داين شرعت في الصلاة بالنية. إذن ثورة واجباته الواجب الألف واجباته النية نمسفها، والسين السجدة الأولى والثانية السجدتان خاطر الحديثينات فليسجد سجدتين صافي ماشي يوث سجدتين سناف. 3 الجلوس بينهما وكي واجب إلى تسجد وتقمض ثم تسجد سجدة ثانية. 4 السلام 4 كان يقول لهم ودني غير شو السؤال وين يهمل دي الدارة فرضا لأن معظم الناس خدمن يعني كي يخدم السجود يخدم التحيات أعطيك الصحة صافي مال ذي الفقه ماشي ذي الواجب أنا عامه ماشي ذي الواجب ذي السنة أي غيرك باش ترتاح ما ثبت السنة ما تصوت لا شيء عليك هذا خاطر فيك ولا تصوت السجود تصوت تحيات إذا غير قصت يوضع استخدم السجود السهو صافي تفاوتين تفاوت خاطر هذا صافي 4 قلان ثلا النية ثلا السجدتان الأولى والثانية ثلا الجلوس بينهما ثلاثي 4 السلام. وأكثر من ذلك شوف فقهاء المالكية واش قالوا وإن نسيت السلام فلا تبطل صلاتك. نعم ما تخدم السجدتين صوت السجود نعم السجود البعدي خاطر السجود القبلي قد فاصل الصلاة لأنه ما السجود القبلي أصلا لقد فاصل الصلاة مد في غضاء تروح ضم بعد من ما تكفى الصلاة ثقيني صافي لابد أن تخرج منها. يعطيكم الصحة تلاميذ مجتهدون. ممتاز. لماذا درس اليوم هو درس تقديم مقدمة خاطر نسي البيت الأبيات يطول من 10 يطول مثل كل ما تصلي وخلف الإمام وتصوغ الشريك الأمور ذا شو أنت الأمور التي يحملها عنك الإمام والتي لا يحملها أنا عاميه في ماذا الإمام يكتسون أنت يكتسون أتنذبعنا خطئ سيقارا ما كان سيدي وحدي كان صغيرة خاطئ يتسو الإمام ميك 5 سجود أنذبع الإمام خاطر النبي عليه الصلاة والسلام النات إنما جعل الإمام ليؤتم به إيمان عكسيت ذلو كوني كتسون نتسو يتسو يعني كوني نتسو يعني كوني شو يتسو صافي بعد
أخذ الله لافونس الروتار، لا التفاصيل سيأتي بيانها. نعم البيت 147 وما بعدها. إذا واجبات سجود السهو ذكرناها. الواجب الأول هو النية، باش نميز بين سجود السهو وبين سجود التلاوة. لا سجود التلاوة يوم يقرأ القرآن يبرد إلى موضع السجود، يا أخي يسجد. عند السادة المالكية كم موضع للسجود؟ 11 موضع. وسجود الشكر إلى سجود الشكر سجدة واحدة. لذلك أنواع نميز بين سجود السهو وبين سائر أنواع السجود. النية وقيل الواجب الأول. الواجب الثاني السجدتان الأولى والثانية، عمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فليسجد سجدتين وهو جالس. طبعا هذا الحديث لم يذكر قبلي وبعدي، لذلك السؤال في الصميم سيأتي البيان. في الثلاثة الجلوس بين السجدتين، ثقي الواجب الثلاثة. والرابعة السلام، ولكن في كان ملاحظة ما ليس السلام بشرط يكون في السجود السهو البعدي، ذاكي صلاته لا تبطل بتركه. ثورة باء النظر في السنن. السنن هي الحقيقة هناك سنتان أساسيتان. الأولى التكبير عند السجود وعند الرفع منه. قمض أدين الله أكبر، أتسجد السجدة نزورف سبحان ربي الأعلى 3 مرات، من بعد الله أكبر عند الرفع، ثم عند أيضا السجدة الثانية المسفها. ثقي السنة ما تسوس لا حرج، ما تسوس لا حرج. السنة النظام ذا شوت التشهد. يخف كم السؤال حسن الندبي هو إذن السنة، ولكن والصلاة الإبراهيمية لا تقرأ، التشهد فقط. تحيات دي سجود السهو البعد ينغ القبلي وتخدم ضارة الصلاة الإبراهيمية، تخدم كان التحيات فقط. نكمل البيان في الدرس القادم إن شاء الله تعالى من خلال إضافة بعض المعلومات في الفقهية في مجال في أحكام سجود السهو، وبعدين نشرح إن شاء الله متن ابن عاشر بدءا من البيت رقم 147. والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.